في كائن لو الزمن وقف هو هيكمل عادي، ما بيستعجلش ولا بيصرخ ولا بيبرر وجوده، قاعد بين المية والتلج، حاسس بكل حاجة ومش محتاج يثبت ولا حاجة. الفقمة درس في الهدوء اتكتب بلحم وملح وبرد. تعال لما احكي لك حكايته. الفقمة من أقدم سكان الأرض الباردة، أجسامها اتشكلت عشان تعيش في مكان القسوة فيه طبيعة والحنان فيه ضرورة للبقاء. جلدها مش بس جلد، تحته طبقة دهون ممكن توصل لنص وزنها، مش عشان التخن، عشان الدفى. الفقمة لو خسرت الطبقة دي تموت حتى لو الأكل حواليها. لما بتنزل تحت المية قلبها بيبقى بطيء لدرجة إن النبضة ممكن تقل لأقل من 10 نبضات في الدقيقة. مش مرض، ده تحكم. هي بتعيش لحظات الإنسان بيوصل لها بس في التأمل والصلاة العميقة. عشان كده تقدر تغطس من 30 دقيقة لساعة كاملة من غير هلع ومن غير استعجال. شوارب الفقمة مش شكل، دي أجهزة رصد. تقدر تحس بحركة سمكة عدت من هنا من دقايق حتى لو اختفت. يعني الفقمة بتقرأ الماضي وتمشي وراه، وعيونها تشوف في العتمة أكتر من الإنسان ب6 مرات. عشان البحر عندها مش دايما نور، بس دايما حياة. عندها ذاكرة مكانية قوية جدا، تقدر ترجع لنفس الصخرة اللي اتولدت عليها بعد سنين من الهجرة. كأن الجليد بيحفظ أسمائهم وهم ما بينسوهاش. الفقمة لما بتولد على الجليد وترضع صغيرها لبن، اللبن بيبقى من أعلى نسبة دهون في المملكة الحيوانية. في أيام قليلة الصغير بيضاعف وزنه، وبعدين الأم تمشي. مش أسوأ، بس لو فضلت الجليد هيسيح والاتنين هيموتوا. أصعب أنواع الحب هو اللي يعرف إمتى يسيب. الفقمة مش صامتة، هي بتتكلم بذبذبات وترددات الإنسان ما بيسمعهاش. بتغني تحت المية أغاني طويلة عشان تطمن إن لسه في حد سامعها. الفقمة ما بتجريش ورا الدنيا هي اللي بتعدي جنبها. بتعلمنا إن الهدوء مش ضعف، والبطء مش كسل، واللي يعيش قريب من قلبه يعرف يعوم مهما كان البرد. ولو حسيت نفسك تقيل على اليابس وخفيف في مكان تاني، يمكن انت بس مش في بيئتك الصح. لو حابين نكمل السلسلة ونحكي عن كائن تاني، قولي في الكومنتات احكي يا نونا، وانا هحكي لك عن كائن تاني شكله بسيط وروحه أعمق من البحر.